السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد بارازيت مهم في عائلة النيماتود ألا وهو الدراكينكراس ميدينيسيس، ودي الأدلت فيميل بتكون موجودة تحت الجلد. بتسبب ألسر في المنطقة دي وبيصل طولها لواحد متر، هي طويلة خالص. وكمان لما بتسبب ألسر بتطلع وبتدلدل جسمها عشان تطلع اللارفات بتاعتها، خصوصا الإنسان لو حط رجله في مية باردة فهي بتاجي تطلع اللارفات بتاعتها. وكمان اللي بيخزنوا الديزيز ده كمان الكلاب والأحصنة من خلال اللي بيشربوا مية أبار، وكمان إن هم بيحط رجلهم وبيدخلوا برجليهم في مية الأبار، فهم عرضة أكتر إن هم يخلوا السيكل تستمر وتستمر. في البداية الدراكينكراس ميدينينسيس ودي بنقول عليها الدراجون وور. ليه مسمينها كده؟ بسبب إن هي بتكون موجودة تحت الجلد، وكمان ده المكان بتاعها، وخصوصا كمان إن هي بيصل طولها لواحد متر، فهي كبيرة بتبقى قاعدة تحت الجلد. وعشان كده بنقول عليها الدراجون وور، يعني الدودة التنين، يعني من كتر كبرها كبر حجمها. وخصوصا الصفات بتاعتها والمورفولوجي، فهي طبعا من الراوندد وور تبع النيماتود، وبتتكون من أدلت ميل وفيميل. في البداية الاكسترنال سايكل ودي بتبدأ بالإنسان وكمان معاه الكلاب والأحصنة. اللي الدراكينكراس ميدينينسيس بتكون موجودة تحت الجلد سبكوتينيوس تيشو، فلما بتكون موجودة تحت الجلد هي بتنزل اللارفات. فالإنسان ده لو راح مثلا حط رجله في حوض مية، فهي طبعا زي ما اتفقنا إن هي بتطلع اللارفات في الحوض ده. أما عن الأحصنة والكلاب لما بيجي يشربوا المية بتاعة البير ده، وكمان لما بيجوا ينزلوا رجليهم فيها، هم برضو عرضة أكتر إن هم ينزلوا رجليهم في مية البير، فيجي إن هم اللارفا دي تنزل. فاللارفا دي لما بتنزل بتلاقي السايكلوب اللي مستنيها، وده كائن كده موجود في مية الآبار اسمه سايكلوبس، بيستنى اللارفا دي إن هي تنزل عشان ياخدها ويبتلعها. فلما بيبتلعها بتكبر جواه عشان تتحول للانفكتيف فلاريفورم لارفا. الانفكتيف فلاريفورم لارفا دي لما بيجي الانسان يجي يشرب المية دي وتكون محتوية على الانفكتيف فلاريفورم لارفا اللي موجودة داخل السيكلوب، فبيجي الانسان يشربها وياخدها في المية. أما على الانترنال سايكل، فبعد ما الإنسان شرب المية اللي محتوية على السايكلو اللي بداخله انفكتيف فلاريفورم الأرفا، فهي بتنزل إلى الأمعاء وخصوصا السمول انتستين عشان تخرج من اللارفا. ولما بتخرج بتيجي تخترق السمول انتستين عشان تروح للريتروبروتونيان. ريتروبروتونيان للمنطقة اللي بتتحول فيها لأدلت ميل وفيميل. الميل هنا بيخص بالفيميل، وبعد ما بيخص بالفيميل بيجي يموت لأن وظيفته انتهت. الفيميل بتكمل طريقها عشان تروح للسبكوتينيوس تيشو، بتروح في المناطق اللي الإنسان بيكون كونتاكت مع الأرض بيها. ممكن تكون برضو الظهر، ممكن تكون اليد، ممكن تكون الرجلين، فهي بتروح المناطق دي. بعد ما عرفنا الاكسترنال سايكل والانترنال سايكل، فحابين نعرف بعض الحاجات عن السايكل. مين الديفينيتيف هوست هنا؟ فهو الانسان. الانسان هنا هو اللي حصل له الديزيز، وهو اللي كان برضو في ادلت وورم، وبخصوصا الفيميل اللي كانت موجوده سبكوتينيوس. وكمان من الريزرفوار هوست فهي الكلاب والاحصنه اللي بتخزن الديزيز. وكمان ازاي حصل المود اوف انفكشن؟ من خلال ان الانسان شرب الميه دي بتاعت البير اللي كانت محتويه على السايكلوب اللي بداخلها الانفكتيف فلاريفورم لارفا. وبكده الانفكتيف فلاريفورم لارفا هنقول عليها الانفكتيف ستيج، هي اللي لما دخلت جوه الانسان تحولت لللارفا واخترقت السمول انتستين زي ما اتفقنا. وكمان هنا مين الانترميتد هوست؟ فهو السايكلوب. بينما مين هنا ازاي حصلت الديagnostic ستيج وازاي انا اقدر اشخص؟ لو الانسان ده حطينا رجله في المية دي فهنلاقي ان اللارفات موجودة في المية. اما عن الهابيتات فهي موجودة في السبكوتينيوس تيشو. اما عن الاعراض اللي هتظهر على البيشنت، فاول حاجة بتظهر عليه البينفول بابيول. يعني ايه بينفول بابيول؟ الانسان هنا بتظهر عليه حاجات حمراء كده في جلده بيفضل يهرش فيها وبيكون فيها حرقان. بعدين بتتحول الى البلاستر. البلاستر دي بتكون حاجة اكبر واحمرار بياخد
منطقة أكبر، وبعدين بتتحول إلى الألسر. الألسر ده طبعا إيه؟ فيه بيبقى بص وصديد، ده بيبقى عرض أكتر عشان يتراكم عليه ويحصل عليه ممكن السكندري بكتيريال انفكشن. ولو حصل السكندري بكتيريال انفكشن ممكن يحصل حاجة اسمها السيلولايتس، ودي بتاخد بص وصديد بكمية أكبر، وممكن يحصل حاجة اسمها التيتانوس. وكمان بيحصل في الإنسان ده لأن طبعا ده دودة وجسم غريب فبيحصل عليه allergic manifestation. دي بتكون عبارة عن فيفر، ارتفاع في درجة حرارة، وأزمة، الإنسان مش بيبقى قادر ياخد نفسه. وكمان بالإضافة إلى كده إن ممنوع إن لما الأدلت والفيميل ده تطلع ممنوع إن احنا نروح نشدها. ليه ممنوع إن احنا نروح نشدها؟ إن احنا لما نروح نشدها ممكن نقطعها وما نطلعهاش بالكامل، فده هيؤدي لحاجة اسمها انافلاكسس، لان ده جسم غريب وهيكون موجود جوه الجسم، فالجسم كله كده هتلاقيه شغال بيهاجم في المنطقة دي وهيعمل انافلاكسس وممكن تؤدي للموت. فبنعمل ايه؟ هنعرف في العلاج. اما عن التشخيص فبيكون من خلال الكلينيكال بيكتشر، الاعراض اللي بتظهر على البيشنت. فطبعا احنا عارفين ان في بيظهر بابيول وبعدين بتتحول لبلاستر، وكمان المنطقه اللي بيبقى فيها هرش وبتتحول لألسر، فدي كلها اعراض بتكون ظاهره عليه. بالاضافه كمان الى اللاين اللي هنلاقيه بتاعه الورم، وكمان ان هي ممكن نلاقيها ان هي طالعه قدام عينينا من الجلد بتاع الانسان. بالاضافه لكده احنا ممكن كمان نكتشفها من خلال ان احنا لما نحط الساق بتاعت البيشنت ده لمدة ساعة لساعتين فنلاقي ان اللارفا بعد ما طلع رجله موجودة في الحوض ده بعد ما نفحص عليه. وكمان ممكن من خلال السي بي سي ان احنا نلاقي ان الهاي ايزينوفيليا، طبعا عدد كرات الدم البيضاء زايد بسبب ان هو كان بيهاجم الورم ده. وبالاضافه لكده الاكس راي بنلاقي كالسيفايد وورم، وده لما بيقعد الورم دي لمدة سنة أو سنتين بنلاقي إن هي موجودة في الجلد وماتت واترسبت عليها وبقت كالسيفايد وورم. أما عن العلاج فبيكون من خلال الويت كومبريست، وده عبارة عن رباط ضاغط بيكون رطب بنلفه كده وبنربطه في منطقة الأدلت وور. وكمان بندي أنالجيزك ده عشان البين، وأنتي انفلاماتوري بسبب الانفلاميشن اللي بيكون موجود والهرش اللي بيكون في المنطقة دي. بالإضافة لكده إن إحنا بندي توبيكال أنتيسبتيك عشان نطهر المنطقة دي عشان ما يحصلش عليها سكندري بكتيريا انفكشن، وعشان كده بندي أنتيبيوتيك. بالإضافة لكده لما بيجي يروح للدكتور فالدكتور بيشيله بواسطة حاجة اسمها طريقة كده اسمها جنتال تراكشن. يعني ايه جنتال تراكشن؟ ده بيكون عبارة عن ايه؟ لما بيلاقي الادلت فيميل بتكون طالعة كده فبيجيب عصاية، والعصاية دي بيجربها من أدلت فيميل عشان تلف عليها الأدلت فيميل، ويجي يفضل يلف 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 في العصاية بالراحة بالراحة، بيوصل عندي منطقة معينة ما بيقدرش يلف أكتر من كده، فالدكتور مش بيشد عشان ما تتقطعش. واحنا طبعا اتفقنا ان احنا لو اتقطعت وكانت جوه الباقي بتاعها فهتعمل انافلاكسس، لان ده جسم غريب هيخرج الانتيجين بتاعه وده جسم غريب، فبيضطر ان هو يسيبه يقول له تعالى لي بكره، ويبدا بقى اليوم اللي بعده ان هو يعمل نفس العمليه لحد ما يطلع الادلت فيميل. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. عدد الفيديوهات هتلاقوها على قناه التليجرام. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق.